ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايلكم فيديو جديد، اتمنى الفيديو يعجبكم. بس عايزاكي لو انتي اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتخشي تاخدي جوله حلوه كده في القناه. وباذن الله كل الفيديوهات هتعجبك ولو عجبتك القناه اتمنى تشتركي يعني وتحطي لي كومنت، وده هيبقى طبعا بعد اذنك و... وهيرجع طبعا لذوقك. بصوا بقى النهارده بدأت طبعا من بدري، كانت الساعه حوالي 8 الصبح. جوزي قام بقى علشان خاطر يروح لشركه الغاز ويوصل البوتاجاز اللي مش راضي يركب دوت. المهم نزل هو الصبح الساعه 8. انا عملت كوبايه شاي كده بلبن وحته كيكه، كنت عندي كيكه قبل كده وفطرت. وبعد ما فطرت دخلت على اوضه النوم، كنت اصلا شايله الملايات وما كنتش عامله حسابي ان انا هصور، بس قلت يلا اصور بقى علشان اتواصل معاكم وعشان كمان ما بعدش عنكم كتير. فقلت ايه اصور معاكم الفيديو ده واحكي لكم على الاحداث اللي حاصله عندي واقول لكم ايه اللي حصل مع البوتاجاز وكده. بس المهم دخلت الاوضه، شلت الملايات. الدولاب عندي كان زي ما انتم شايفين كده، الهدوم كلها متعلقه بطريقه ملخبطه كده، وانا ما بحبش اشوف دولابي بالمنظر ده بصراحه. فقلت ايه ارتبه ايه واظبطه، وكمان هتبقى اول مره افتح دولابي معاكم واوريكم هدومي وحاجتي. بس قلت يلا انتوا اخواتي برضو وحبايبي وعادي مفيش مشكله، هديكوا افكار بسيطه في ترتيب الدولاب اتمنى انها تعجبكم. بس دخلت كده شلت الهدوم بتاعتي وبدات اعدل اي حاجه مقلوبه وهعلقها على الشماعه بتاعتها. وبس هرجع الهدوم بتاعتي في الدولاب وهرص الدولاب بطريقه منظمه كده، ان شاء الله تاخدوا فكره ولو حتى بسيطه. انا عارفه طبعا ان كلكم منظمين وزي الفل في بيوتكم وفي دواليبكم وكل حاجه، وكلنا بنتعلم من بعض، بس قلت اديكوا فكره بسيطه يعني وكده. المهم عدلت كل البلوزات بتاعتي. انا بعلق البلوزات بس على الشماعات، جواكت البدل الحاجات دي واي بناطيل بطبقها واحطها تحت في الدولاب من تحت. بس المهم كان عندي بقى الشنط بتاعتي كنت معلقاها على الشماعه بتاعت اوضه النوم، فكانت عامله لي دوشه. لو خدتوا بالكم كل مره كنت ببقى مغطياها بالروب كده عشان خاطر المنظر ما يبقاش وحش. بس قلت لازم بقى اغير المكان دوت واخلي وارصهم بقى في مكان يحافظ عليهم. بس بدات اشيل، كان عندي كذا بلوزه شتوي كده لان انتوا عارفين طبعا الجو متقلب وكل ساعه بحال، فكنت سايبه كذا بلوزه شتوي كده او بكم عشان خاطر لو كنت نزلت بالليل ولا حاجه البسها. بس طبعا دي كانت صوف فكانت تقيله جدا شلتها. دول بلوزات خريفي بقى انا سايباها بلبسها دايما في الجو اللي هو مش ساقعه ومش حر، هي تلتين كم كده. وطبعا الجو لو برد بالليل ولا حاجه بلبسها وانا خارجه. بس انا طبيعتي اصلا بحب البس البلوزات التلتين، يعني انا برتاح فيها اكتر. وعندي طبعا بنص كم كتير بس ما بلبسوش بقى غير لما بيبقى الجو مش مستحمله البس فيه حاجه خالص. بس هنا بقى برص البلوزات الجل بتاعتي. انا بحب البلوزات اللي خامتها قطن جدا، الحاجات الجل انا بحبها. فالمهم يعني كان عندي مجموعه كبيره فكنت مطبقاها كده. الحاجه الكويسه اللي ينفع اخرج بيها عادي بخرج بيها، الحاجات اللي بحس ان هي تعبت او مش ما ينفعش اخرج بيها بلبسها على شروال في البيت. بس فرصهم تحت الهدوم كده. هنا بقى رصيت الشماعات بتاعتي. اي بلوزه طبعا ممكن تتكسر او كده ما ينفعش تطبق بعلقها على شماعه، واي بلوزه جل مش بلبسها كتير بطبقها واحطها تحت الهدوم تحت كده. انا الدولاب عندي فيه رف فوق ورف تحت والشماعه في النص. ده نظام انا عارفه ان هو نظام قديم بس ان شاء الله يعني انا ناويه احدث فيه، بس واحده واحده كده. بس رصيت البلوزات الجل بتاعتي تحت ال الهدوم كده، وعلقت البلوزات اللي المفروض تتعلق. هنا بقى بحط البناطيل. بس الفتره اللي فاتت دي كنت بنزل كتير فكنت باخد البنطلون وارجع اطبقه اي تطبيقه كده واحطه. مسكته بقى طلعت البناطيل من مكانها ومسحتها كده. البخاخه اللي بنضف بيها دي حاطه فيها شويه دوني بس خلت الدولاب ريحته رهيبه. لمعت المفرش، لمعت الخشب كمان، وطبقت البناطيل حطيتها بالشكل ده. وكان عندي مساحه فاضيه فقلت ارص فيها الشنط. بس دي الشنط اللي انا بستخدمها يعني المستمره. لكن عندي شنط تانية بقى حطها في كرتونه في الضلفه اللي جنبها. حاساها موديلاتها ادمت شويه وحجمها كبير، وانا مبقتش احب الشنط الحجم الكبير بصراحه، فحبيت الاحجام دي جدا. بس دي الحاجات اللي بستخدمها باستمرار فحطيتها قدامي. اما الشنط التانية بقى سايباها مكانها. بس رصيتهم كده لان لقيت عندي شنط باظت من التعليق، كنت بعلقهم على الشماعه كده بدات فيهم اكسسوارات وحاجات زي كده بدات تفك. لكن انتي لما ترصي الشنط بتاعتك بالطريقه دي كده هيبقى افضل وعمرها ما هيجرى لها حاجه. انا كنت بحط كده زمان بس بقالي فتره بستسهل وبعلق على الشماعه.
بس رصيتهم بالشكل ده، وده كان شكل الدولاب بتاعي بعد ما اترتب واتنظم كده. وفوق بقى خالص انا حاطه الجواكت الشتوي، المفروض كنت نزلتها وطبقتها بطريقه كويسه، بس انا بصراحه كسلت وقلت ايه نبقى نعملها في وقت تاني. انا بس اهم حاجه اعدل ايه الهدوم بتاعتي بتاعه الخروج اللي بلبسها دلوقتي. بس خلصت كده وقفلت الدولاب وقلت افرش معاكم السرير بقى. مسكته نفضته. عايزه اقول لكم اليومين اللي فاتوا الجو كان حاجه صعبه، التراب حاجه رهيبه. عايزه اقول لكم الشقه عندي كانت مردومه تراب. الارض كده معرفش، انا مش عارفه التراب ده دخل امتى، يعني انا ما كنتش حاسه بالجو ده لاني ما كنتش بخرج. بس شفت ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده على النت، وبتقول ان في عاصفه ترابيه شديده جدا، وشفت شفت حاجات غريبه وجو غريب كده. احنا بصراحه هنا في قوسنا في المنوفيه، ما انا بتهيألي ما شفتش كده. هو طبعا الجو كان فيه تراب اصفر كده، بس ما كانش بالدرجات اللي شفتها على طريق السويس وفي اكتوبر والاماكن دي. بس المهم برضو انا حسيت ان الشقه فجاه مردومه كده، فانا ما بقتش عارفه التراب ده جه منين. فالمهم كمان انا كمان كنت مهمله في الشقه شويه الفتره اللي فاتت، علشان خاطر ايه موضوع تركيب البوتاجاز وكده. كل يوم اقول هيركب النهارده هيركب بكره، وما كانش بيركب. فحاسه ان الشقه عندي مش عارفه مش مستقره كده، فما كنتش بعمل حاجه بصراحه، يا دوبك بشغل المكنسه واعدل اي حاجه محتاجه تتعدل وخلاص. بس دخلت على الاوضه بقى، حسيت الاوضه فيها تراب كتير جدا. مسكتها بقى نفضت السرير، لمعت كل الخشب اللي فيها. بس انا في حاجات ما صورتهاش عشان ما حبيتش اطول عليكم. بس صورت الحاجات الايه البسيطه اللي مش هتاخد معايا وقت، واللي هعرف اصورها برضه، لان في حاجات انا مش بعرف اصورها بصراحه، علشان عندي الرنج اللي بصور بيه بعافيه شويه، فمش بعرف اصوره. وبالذات الدولاب، يعني الدولاب انا المكان بتاعه ضيق، ما بعرفش اوقف فيه الرنج اللي بصور عليه، فما بعرفش اوريكم انا بلمعه ازاي. لكن كل مره انا بمسحه بنضفه بالريش الاول، وبعد كده بلمعه باي حاجه معايا بقى، ان كان بليدج، ان كان الخلطه اللي انا بعملها اللي هي الزيت على الخل على الميه دي بتلمع الخشب حلو جدا. بس فالخشب يعني اتصرفي كده ومشي دماغك، شغلي دماغك سوري، واي حاجه تقدري تعمليها تلمعي بيها لمعي. يعني شويه دوني في ميه، شويه بريل خفاف جدا، شويه خل، كل الحاجات دي بتلمع معاكي، وبالذات تلمع الازاز والحاجات دي تخليها جميله جدا. بس هنا بقى كنت بلمع بالخلطه اللي احنا عملناها بتاعت معجون السنان، لو تفتكروها في الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم ان هي فعلا خلطه سحريه وجميله، جربوها. الازاز بيلمع بطريقه جميله جدا منها يعني. بس فصرفي نفسك كده واشتغلي باي حاجه في البيت عندك. بس هو معجون السنان دوت دايما بسمع ان هو ليه اغراض كتير، وبيعمل حاجات كتير قوي. يعني ممكن يشيل بقع من الهدوم، ممكن يلمع لك كوتشي لو لونه كوتشي ابيض مثلا ما بقاش نضيف، نضفيه بميه ومعجون سنان، نضفيه بليفه كده او اي فرشه ناعمه، هترجعه ابيض وزي الفل. فمعجون السنان ده بصراحه انا شايفاه اختراع جامد جدا، هو وصابون الصابون بريحه وصابون الغسيل. الصابون بالريحه دوت انا عايزه اقول لكم بامانه انا جربته في الحيطان، في الانتريه، في السجاد، في الستاير، في بقعه شوكولاته، في اي حاجه في الهدوم. عندك الصابون اللي بريحه اللي بتغسلي بيه وشك او ايديكي ده، ادعكي الحاجه قبل ما تبليها ميه او قبل ما تعملي اي حاجه، وبعدين اغسليها على ايدك هتبقى زي الفل. بس حبيت اقول لكم معلومات بسيطه كده. المهم يعني ايه، انا هنا بقى كنت خلصت الاوضه. انا الاوضه مش باينه عندكم، بس عايزه اقول لكم الارض كانت فيها تراب فظيع. المكنسه وانا شغاله كانت عماله تشفط كده، معرفش بتشفط حاجات غريبه، وسامعه اصوات غريبه فيها كده. بس السجاده بقى مكان ولادي عندهم تسريحه في اوضه النوم بتاعتهم، بس برضو هي عاده اتعودوا ان هم يسرحوا في الاوضه بتاعتي. فهم بقى ايه لما بيجوا يسرحوا لازم طبعا شعرهم بيتساقط او بيحصل اي حاجه، السجاده دي بتبقى كلها شعر. انا بكنس بالمكنسه، وساعات بجيب الفرشه كده بتاعه البلاط وشويه دوني خفاف، واقوم جايه ملمعه السجاده كده. السجاده باجي اشيل الفرشه بلاقيها كلها شعر بس، وبشغل مروحه شويه بتتهوى وتبقى زي الفل. بس السجاده دي بقى انا مش عارفه اشيلها، لان انا حطاها تحت التسريحه وتحت السرير، فمسحت حواليها كده وقلت هيجي يوم ان شاء الله ونشيلها كده مع بعض ونمسح طبعا. بس انا لما بمسح الاماكن الفاضيه بحس ان الاوضه نطفت وبقت زي الفل. بس خلاص هنا مسحت الاوضه تقريبا، ما بقاش عندي حاجه ما اتمسحتش. بس كده هناخد جوله خفيفه كده في الاوضه، تشوفوا النظافه بقى والروقان، وقد ايه الترتيب بيفرق حتى لو كان بحاجات بسيطه. بس روقت الاوضه كده وظبطتها، وحتى عطرتها بشويه ميه بدوني كده عشان المعطر عندي كان خلص. بجد الاوضه كانت ريحتها جميله جدا ونظيفه ومرتبه وحاجه كده الحمد لله يعني. بس بقالي بقى فتره كبيره
ما غسلتش الباسكتات بصراحه، فقلت اغسلها معاكم واشجعكم، لان انا كنت متعوده بصراحه كل اسبوع وانا بنضف الشقه بلم باسكتات الشقه كلها واغسلها. بقالي فتره كده ايه يعني اي باسكت بيقعد تحت ايدي بغسله كده في السريع كده، بقوم حاطاه تحت الحنفيه وايه بشويه ميه باريال، وبقوم جايه غسلاه واحط شويه كلور بقى ايه اعقمه وخلاص وارجعه مكانه. بس النهارده قلت بقى ايه بعد ما خلصت الاوضه وطبعا وبقول لكم الدنيا كلها كانت فيها تراب، حتى الباسكت بتاع المطبخ كنت حاساه مع اني بغسله كل مره بشيل منه الكيس اللي بحط فيه الزباله بتاعتي وكده بتاعت المطبخ سوري يعني، فبمسكه اغسله على طول. لميته برضو وقلت ايه اشجعكم كده واحمسكم لو انتوا قاعدين كسلانين كده والجو مخليكم مش قادرين تتحركوا، لا قوموا اتحركوا كده. عايزه اقول لكم صدقوني الشغل في الميه ده حاجه ممتعه جدا جدا، بتدي نشاط وبتدي حيويه كده وبتخليكي تقدري ايه تعملي كل حاجه انت مكسله عنها و... وتنضفي بيتك بقى، او اقل حاجه في البيت يعني ابسط حاجه ممكن تكوني شايفه ان هي مش محتاجه تنظيف، لا هي محتاجه تنظيف ومحتاجه تعقيم، وبالذات حاجه زي كده احنا بنرمي فيها اي حاجه في ايدينا فلازم باستمرار تبقى نظيفه. بس خلصت بقى والبانيو عندي بقى كنت عايزه اقول لكم ان هو مصفر جدا، يعني انا مش عارفه انا الميه كانت وحشه جدا اليومين اللي فاتوا، مع اني على طول كده بعد كل شاور باخده بيبقى جنبي كده حاطه في الحمام علبة صغنونة كده بحط فيها ليفة معينة بغسل بيها الحمام بس، وشوية كلور على شوية بريل على طول كل حماية بمسك البانيو بتاعي ايه ادعكه كده وانضفه قبل ما اطلع. بس معرفش انا كان عندي كسل الفترة اللي فاتت دي، وحاسة ان انا معرفش انا مش عايزة اعمل حاجة، بعمل كل حاجة بالعافية وكل حاجة تمشي بس لما بقوم بقى وبيجيلي شوية نشاط كده بقول يا ايه يا ارض تهدي ما عليكي قدي. المهم يعني فقلت بقى اعمل الروتين الاسبوعي بتاعي في الحمام معاكم بقى كده، عشان عارفه الحمام ده ناس كتير جدا بتكسل عليه وبتحب تغسل الحاجات المهمه بس مش بتدعك حيطان بقى ولا ارض ولا الكلام دوت. يوميا طبعا بنقوم نغسل وشنا ونخش على الحوض نغسل الحوض ونطلع، ده اكتر حاجه بنعملها، شويه كلور في الحمام وبفرشه الحمام بننضفه وخلاص. لكن دعك بقى ورغاوي والحاجات اللي بنعملها دي ساعات كتير قوي قوي بنكسل عليها، فما تكسليش عليها لان دي اهم حاجه في البيت، لازم تبقى نظيفه ومتعقمه دايما، وبالذات لو عندك اطفال عشان تحافظي على صحتهم. بس وكان عندي بقى ايه مشايه كده بتاعه الطرقه، عايزه اقول لكم ان وانا احنا يعني في تجديد بسيط كده عملته في المطبخ هوريه لكم دلوقتي، واحنا بنعمل التجديد دوت وكده طبعا كنا مخرم حاجات بالشنيور وكده، فوقع تراب في الارض مع حد رجليه مبلوله مش عارفه ايه، السجاده بتاعه الطرقه حسيت انها اتبهدلت، قلت اغسلها بقى وانضفها علشان ايه لو لما اجي بقى افرش المطبخ وكده افرش كمان الطرقه تبقى نظيفه. بس نفسي بقى الفترة الجاية دي انزل الستاير بقى واعمل تغيير بسيط في الصالة عندي، نعمل اي حاجة كده نحس فيها بطاقة ايجابية كده تدينا فرحة كده وتدينا اقبال على الحياة، لان احنا حاسين في الجو ده انا حاسة بحالة غريبة، انا مش بديكوا طاقة سلبية ولا حاجة، بس بقول لكم بجد ان انا حاسة الايام دي ان انا تعبانة وبعمل كل حاجة بالعافية. بس انتوا ما يغركوش طبعا الفيديو هو مسرع وشغاله بنشاط وكده، انا كنت بعمل حاجه بامانه وانا تعبانه. بس هنا بقى ايه خلصت الاحواض والحمامات وكل حاجه، هنا جبت شويه كلوركس الوان وشويه بريل من بتاع المواعين وهغسل بيهم السجاده. عايزه اقول لكم الاتنين دول على بعض في غسيل السجاد بيخلي السجاده تنور وترجع جديده وجميله جدا. بس مسكت السجاده بقى فرشتها في الحمام وايه وجرقتها ميه كده، لازم تشرب ميه معاكي كويس عشان ترغي معاكي والايه والصابون والكلوركس الالوان دوت ايه انت عارفه الميه بتساعدك على الرغوه، فالمفروض قبل ما تغسلي اي سجاده تغرقيها ميه كويس جدا وبعد كده تدعكي هتلاقيها اشتغلت معاكي، وبالمقشه بقى كده واشتغلي ما دام ما فيهاش بقع ولا اي حاجه المقشه هتغنيكي. لكن لو عندك بقع او اي حاجه في السجاد بفرشه البلاط بقى ودعكي كده اي بقع عندك، ولو حاسه ان البقع ما طلعتش بالمكونين الاتنين اللي حطيناهم على بعض بصابونه بريحه كده وايه يعني بوشي الصابونه كده على الحته اللي فيها البقعه واغسليها هتطلع معاكي وهتبقى زي الفل. بس خلصت بقى وهنا ايه بدات بقى ايه احط شويه كلور كده على كلوركس الوان على شويه بريل وايه وادعك بيهم الارض. طبعا انتوا عارفين ان انا مبدئي في الحياه في المطبخ في الحمام والمطبخ الكلور، فالكلور بيعقم وينظف جامد جدا بصراحه. وزي ما قلت لكم قبل كده لو عايزين الحمام يلمع او البانيو يبقى بيلمع او الحوض او كده حطوا شويه ملح ليمون هيخلي معاكم الدنيا زي الفل. بس انا حطيت حاجه بسيطه بس ما صورتهاش على فكره.
وبس كده مسكت الحمام بتاعي كله مسحته ونضفته، وبالمساحه كده شديت كل حاجه. وبس هكمل شطف بقى السجاده وكده وخلاص. هو انا الحمام عندي كده بقى ايه، ما فيهوش حاجه تتعمل. بس طبعا انا مش هينفع افرش السجاده بتاعته، عشان هحط السجاده دي تصفي. فايه بعد ما تصفي بقى وتخلص هفرشها. وانا في الطبيعي الفتره دي انا شايله معظم المشايات والسجاد، عشان الشقه عندي مقلوبه شويه. بس اهم حاجه تشطفي السجاده كتير عشان خاطر تبقى ريحتها حلوه، وما تعملش ريحه كمكمه معاكي. غيري لها الميه كتير، واخر شطف حطي فيها شويه دوني، وما تسيبهاش في الميه المدوني كتير عشان تكتسب كل ريحه الدوني، وتبقى السجاده ريحتها حلوه كده وايه، وما تيجي تفرشيها تحسي بنظافه. بس انا شطفتها بصراحه كذا مره لحد ما حسيت الميه لحد ما راقت كده وبقت كويسه. وبعد كده إيه شطفتها بدوني. طبعا انتوا مستغربين ايه اللون الغريب اللي في اللي نازل من الباسكت ده كان اخر باسكت اللي انا كنت حاطه فيه المسحوق بتاعي. قلت اغسله كده والميه بتملى على السجاده، بس الميه عشان فيها كلور وسلك المواعين فالسلكه في ثواني بتصدي. بس مسكتها دعكتها وهسيبها بقى تصفي كده. وخلاص كده ايه خلصت الباسكتات بتاعتي كلها. ودي كانت اخر مرحله بقى في غسيل السجاده. مسكتها ايه غسلتها حطيت لها حبه دوني بقى كده، ومش يعني هغرزها تغرزتين كده في الميه. وبس كده هقفل الميه واطلعها عشان تفضل محتفظه بريحه الدوني بتاعتها. عايزه اقول لكم ان انا كنت نشراها على الحلب، قلبه ريحه الشقه من ريحه الدوني، ريحته جميله جدا. بس وهنا بقى الحمام بتاعي كان نضيف زي الفل وكل حاجه تمام. سبت البسكوتات بتاعتي تصفي خالص، وبعد كده هحط فيها الكيس بتاعتها وارجعها مكانها. تعالوا بقى اوريكم جوله بسيطه كده في المطبخ مع التغييرات. بصوا بقى انا هنا داخله من المطبخ، انا هنا جبت القطعه اللي هي كانت اليمه التانية جنب البوتاجاز من فوق، ركبتها فوق في بدايه المطبخ كده، وحطيت تحتيها الديب فريزر. عايزاكم تقولوا لي رايكم، ايه رايكم في الديب فريزر هنا؟ اسيبه كده ولا اشيله احطه يمه البوتاجاز، واجيب القطعه اللي هي جنب الحوض احطها هنا، ويبقى مطبخي كله يعني ايه ده ندخل منه كده نلاقي المطبخ كله حرف اللي قدامنا. مش عارفه، انا حاسه ان النظام ده هيبقى احسن لو الديب فريزر يشال من هنا. بس البوتاجاز لسه موجود على فكره، البوتاجاز اتباع خلاص المفروض يمشي. بس هو ما مشيش لسبب واحد، ان بتوع الغاز رحنا قدمنا عشان نحاول نركب الغاز، قالوا قدامكم لسه 5 أو 6 ايام مش هيركب غير يوم 9 يعني. بس فطبعا مش هينفع ننزله الا ما نركب الجديد. بس هو خلاص راح لصاحب نصيبه وان شاء الله هينزل قريب. وايه وهنركب الجديد بقى. وده الشفاط بتاعي اللي جبته، هو ده شفاط مستعمل هوريه لكم في الفيديو الجاي وانا بفك الستيكر من عليه. هو جديد بحاله الزيرو، بس هو كان ايه مركون عندنا وكده، وكنت انا مش حابه اركبه، كنت حابه اجيب ماركه عاليه وكده واحطها. بس قلت يلا هركب دوت مؤقتا، وبعد كده نبقى نعمل حاجه كويسه. هو نوعه ايكوك، بس هو على فكره كويس جدا وشغال كويس جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص. هو جديد صاحبه جابه وما استخدموش بصراحه، فجوزي بقى اشتراه منه، وما كنتش عامله حسابي خالص ولا كان في بالي ان انا اركبه. بس انا جبت البوتاجاز بقى وهنقل مكانه، فلازم يبقى فوقيه شفاط. فالحمد لله الشفاط ركب على الخير على خير. وبس كده البوتاجاز هيطلع من هنا بقى، هودي الديب فريزر هناك ان شاء الله. وايه بفكر ابدا المطبخ من اوله كده. قولي رايكم في الكومنتات بقى، اعمل كده ولا اسيب الفريزر زي ما هو. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، اشوفكم على خير واقول لكم